الفيديو ده هقول لكم على 5 خطوات ازاي تنزلوا نسبة دهون تحت ال 15% مهما كان وزننا كبير قد ايه ونسبة الدهون عندنا عالية ومهما كان سننا. اكبر دليل على اللي انا بقول لكم ده ان الشخص اللي قدامكم ده كانت نسبة دهونه فوق ال 50% وقدر يوصل لنسبة دهون 10%، مش بس تحت ال 15%. وانا استخدمت ال5 قواعد ذهبية اللي هقول لكم عليهم في الفيديو ده، وخلي بالك ان ال5 خطوات دول هيقدروا ان هم يوصلوك بشكل سريع، يعني مجرد انك طبقتهم هتقدر توصل للشكل اللي انت عايزه بشكل سريع جدا جدا جدا. بس الذكاء انك تعرف تطبقهم وتطبقهم بشكل صح. فلو شفت الفيديو ده اكتر فيديو موجود دلوقتي يقدر يخليك توصل لنسبة دهون قليلة في اسرع وقت لو طبقت ال5 حاجات دول. انا حسن قعود، اخصائي تغذيه وكوتش، خس 80 كيلو من وزنه واسست شركه ويت لوس باي اتش كي عشان اساعد الاف الناس ان هم يخسوا ويغيروا من حياتهم. وعلى فكره اللي انا هقوله لك ده هو اللي انا طبقته مع كل الكلاينتس اللي انت شايفهم قدامك دلوقتي على الشاشه، وقدروا ان هم يوصلوا لنسبه دهون قليله جدا 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 مع انهم جايين من بعيد جدا، سواء هم اولاد او بنات. قبل ما نخش في اول قاعده ذهبيه ما تنساش تعملوا لايك وسبسكرايب لان ده بيفرق جدا ان الفيديو يوصل، واي حد انتوا تعرفوه نفسه ان هو يخس يا ريت تعملوا له شير للفيديو ده. نخش في القاعده الذهبيه رقم 1 الا وهي المشي. ناس كتير قوي وهي بتحاول تخس، خصوصا لو بيخسوا رقم كبير، بيبقوا معتبرين ان المشي ده حاجه سنويه، وبيعتبرين ان المشي ده سهل قوي وان هو ما بيعملش اي نتيجه. عايز اقول لكم ان المشي اهم بكتير من الجري، ومن اكتر الحاجات الاندر ريتد في عمليه خساره الوزن، وهو من اكتر الحاجات المفيده. اولا المشي سيف، اي حد يقدر يعمله، اي مكان تقدر تعمله، اي سن تقدر تعمله، اي مكان المستوى بتاعك تقدر تعمله. فالمشي من اكتر الحاجات اللي هتساعدك انك تنزل دهون بنسبه كبيره. طيب يجي السؤال المهم، انا ازاي اعرف انا بعمل قد ايه من الخطوات؟ هنا بقى انت المفروض تبقى لابس حاجه زي الووب اللي انا لابسها دي بتتراك عدد الخطوات اللي انت بتمشيها، او تبقى لابس سمارت ووتش، او بتنزل ابلكيشن على الموبايل. الابلكيشن ده بيقول لك انت مشيت كام خطوه في اليوم تقريبا وهي تبتدي تتراك. ليه انا بشوف ان المشي احسن من الجري؟ لان الجري ممكن ياثر على مفاصلك خصوصا لو انت في الوزن عالي. تاني حاجه الجري بيخليك تجوع اكتر من المشي. تالت حاجة المشي أسهل بكتير من الجري. رابع حاجة أنت تقدر تمشي عدد أوقات أكتر من الجري. طيب خلينا نقول حاجة مهمة قوي، إن الجري في حد ذاته الميزة اللي فيه إنه ممكن يختصر لك الوقت. يعني 100 دقيقة اللي إحنا اتكلمنا فيهم لا، هيقدروا إن هم يبقوا 50 دقيقة بس. ليه؟ لأن ال1000 خطوة جري تقريبا أنت بتعملهم في 5 دقايق. ال1000 خطوة جري تقريبا أنت بتعملهم في متوسط 5 دقايق، فأنت تقدر أنت تعمل 50 دقيقة في اليوم بس. فلو انت عملت ميكس ما بين الاثنين، لو انت ما عندكش وقت تقدر ان انت توصل في اقل من ساعه ان انت تعمل اكتر من 10000 خطوه في اليوم. فالمشي مهم، اكتر حاجه اندر ريتد في موضوع خساره الوزن. وكمان المشي ميزته انه بينزل لك الدهون العنيده في كل مناطق جسمك. ما تزهقش مني لان الخطوات اللي هقولها لك في الاخر هي اهم من الخطوه دي كمان. وصدقني ده اكتر فيديو في العالم دلوقتي هيساعدك انك تنزل في نسبة الدهون بتاعتك بشكل سريع آمن صحي. فركز في كل خطوة بقولها لك، ويا ريت لو تكتب ورايا وتاخد نوتس. وممكن على فكرة تاخد نوتس دي في الكومنتات، تكتب في الكومنتات لو انت عايز تكتب حاجة ترجع تفتكرها تاني. تاني قاعدة ذهبية هقول لك عليها هي البروتين. وهنا انا مش جاي اكلمك عن البروتين بشكل معتاد، انا عايز اقول لك انك لما تعرف النقطة دي هتغير وجهة نظرك في البروتين خالص، وتعرف قد ايه البروتين مهم. من وجهة نظري البروتين هو اهم مايكرو نيوترين ممكن يخش جسمك على الاطلاق، وهقول لك ليه. هو ليه وظائف كتير جدا 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 بيعملها في الجسم. خليني اقول لك ان البروتين لما بتاكل بروتين بيبتدي ان هو يتكسر لامينو اسيد، والامينو اسيد ده هو اللي بيخليك تبني عضلات، فبالتالي حرقك يزيد وتخس اسرع. دي نقطة، البروتين هو من اكتر الحاجات اللي هتديك احساس بالشبع. فاحنا لو قارنا البروتين بالكربوهيدرات والفاتس، هو اكتر حاجة ممكن تديك احساس بالشبع لو كلت منها بشكل كافي. تالت نقطة، عمر ما حد بقى اوفر ويت او بيعاني من السمنة لانه بياكل سمك كتير مشوي او بياكل صدور فراخ مخلية. عمرك شفت حد بياكل بروتين كتير وبيعاني من السمنة؟ ممكن ما يبقاش يعني فت بس هل شفت واحد بيعاني من السمنة لانه بياكل بروتين كتير؟ مستحيل.
وهنا نيجي لاهم نقطه من وجهه نظري على اهميه البروتين، الا وهو لو انت بتاخد احتياجك كافي من البروتين، فخلينا نقول ان انت شخص بتاخد 2.2 من كل كيلو جرام من جسمك بروتين، فانت كده مغطي البروتين انتيك بتاعك. اوتوماتيك انت عامل كالوريك ديفيست، اوتوماتيك من غير ما تفكر انت كده شخص عامل كالوريك ديفيست، وكالوريك ديفيست عالي. ليه؟ لانك خلاص مش محتاج تحسب كالوريز. بص يا جماعه، البروتين بيشبع جدا، فانت مستحيل تبقى بتاخد بروتين كافي لجسمك وتاكل اكتر من اللي جسمك محتاجه، مستحيل مستحيل. تخيل انت شخص كل كيلو صدور فراخ، هل انت هتبقى جعان بقيه اليوم؟ مستحيل. وخلي بالك كيلو صدور فراخ ده ممكن كمان ما يكفيش احتياجك كامل من البروتين. لو انت مثلا راجل وزنه 100 كيلو محتاج 220 جرام بروتين، فالموضوع بعيد جدا. فدي نقطة سحرية وجميلة عمرك ما تتخيلها. طيب لو انت شخص ما تعرفش تحسب البروتين انتيك بتاعك المظبوط، اكتب لي في الكومنتات وزنك، ولد ولا بنت، الطول، والعمر، وانا هساعدك انك تعرف البروتين انتيك بتاعك بالظبط قد ايه. خلي بالك ان في سبب كمان في البروتين، انت لما تعرفه فعلا هتقدر اهمية البروتين. البروتين بيسبب هرمون اسمه البيبتايد واي واي. الهرمون ده هو اللي بيخليك تحرق اكتر. بمعنى انت دلوقتي لو جبت 100 جرام 100 جرام من البروتين، 100 جرام كربوهيدرات، 100 جرام من الفاتس، علشان تحرق ال 100 جرام من البروتين جسمك بس، وظائف جسمك معدتك دي تهضم البروتين، هتحرق 30% من البروتين اللي داخل. يعني لو هو فيه 100 سعرة، انت فيه 30 سعرة راحوا في الهضم. اما الكربوهيدرات هتحرق بس من 5 ل 10% من الكالوريز بتاعته، والفاتس من تقريبا من 0 ل 3، يعني مش محتاج اي حاجه علشان تحرقه. فانت متخيل انك مجرد انك كلت بروتين جسمك بيحتاج طاقه اصلا عشان يحرقها، فانت شبعت، خدت كالوريز اقل، وكمان بتحرق من الاكل اللي انت بتاكله. فبجد بجد البروتين لو قعدنا اتكلمنا عنه 10 حلقات مش هتكفي، بس دول بيتهيألي كفايه قوي ان يفهموك اهميه البروتين لو انت فعلا عايز تنزل نسبه الدهون اللي في جسمك. القاعده الذهبيه الثانيه اللي هي elixir of life، دي بقى هتغير حياتك. لو انت شخص بيروح الجيم، بعد ما تسمع الكلمتين دول هتعرف ان في حاجات كتير محتاجه تتظبط. انا مش جاي اقول لك اتمرن 3 ايام في الاسبوع، ولا 4 ايام في الاسبوع، ولا 5 ايام في الاسبوع، ولا اقول لك بوش بول ليج، ولا برو سبليت، ولا الكلام ده خالص. وعلى فكره هحط لكم جدول تمرين ممكن يساعدكم، ممكن تعملوا سكرين شوت واحنا شغالين. هحط لكم دلوقتي جدول تمرين لبوش بول ليج، وجدول تمرين برو سبليت، وجدول تمرين كمان لو انت عايز تتمرن ابر لور فول بودي. هحطهم لك، اعمل لهم سكرين شوت، والدنيا سهله جدا. انا مش جاي بتكلم في الموضوع ده خالص، ولا جاي اقول لك انزل الجيم، لان طبعا ده شيء مفروغ منه لو انت فعلا عايز تنزل نسبه دهون بشكل كبير كده. انا جاي اكلمك في التكنيك، تكنيك وانت بتعمل التمرين، التيمبو وانت بتعمل التمرين، انت مركز قد ايه وانت بتتمرن. فلو خلينا نقول، اديك مثال، لو انت بتعمل بايسبس كيرل، هل انت مركز انك بتنزل في 3 2 1 وبتطلع في عدة؟ هل انت مركز في الفورم الصح بتاع التمرين وانت بتعمل السكوات وظهرك مفرود وبتنزل 90 او تحت ال 90 ديجري؟ ولا انت بتشتغل شغل عشوائي المهم تخلص الجدول اللي معاك وخلاص؟ انا عايز اقولك ان انت عمرك ما هتتخيل قد ايه الموضوع ده ممكن يفرق معاك، قد ايه حته انك تركز في التكنيك دي ممكن تودي التمرين بتاعك في حته تانية خالص. القاعده الذهبيه الرابعه، ومن كتر ما هي مهمه انا كنت عامل عنها فيديو منفصل قبل كده، وهي فيها نفس الميزه. فاكرين لما كنت بكلمكم عن البروتين قلت لكم ان انتوا مجرد ان انتوا تاخدوا البروتين انتيك بتاعكم انتوا كده خلاص اتاكدتوا ان انتوا في عجز من السعرات؟ نفس الكلام ده لو عملنا القاعده الذهبيه الرابعه، وهي الانترميتنج فاستنج او الصيام المتقطع. طالما انت صايم بنسبه كبيره جدا انت عارف تكفر حته ان انت في عجز من السعرات. الصيام متقطع مهما قلت لك هو قد ايه هيفيدك جدا 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 في ان انت تنزل الدهون العنيده، وان انت ما ترفعش الانسولين في جسمك، وكمان بيخلي الجروث هرمون او هرمون النمو يزيد، فبالتالي حرقك بيزيد. فمهما قلت لك الصيام متقطع مهم ازاي، انت عمرك ما تتخيل. لو انت شخص على طول جعان،
لو انت شخص على طول عايز سكريات، اللي هيحل لك الموضوع ده بشكل جذري هو الصيام المتقطع. عارف لما بتوصل لمرحله مش قادر تستطعم الاكل الحلو، عارف ايه حل الموضوع ده؟ انك تصوم. انا عملتها مع الكلاينتس اللي بيتابعوا معايا اونلاين، خليتهم يصوموا 24 ساعه. 24 ساعه. عايز اقول لكم ان اول وجبه دخلت معاهم بعد كده اللي هي كانت صدور فراخ، كانوا حاسين ان هم بياكلوا احلى اكله في حياتهم. يا جماعه الصيام عامه عن اي حاجه، الصيام عن الدوبامين، عن السوشيال ميديا، عن السكريات، عن بيوصلك انك تقدر قوي طعم الاكل العادي، طعم الاكل الطبيعي. بيخليك تقدر النعمه بجد، فبيخليك لما تاكل مزايا تقول ايه ده انا جزعت من كتر السكر. فالصيام حل سحري وجذري للناس اللي بتكريف السكريات. اعمل صيام متقطع لانه هيغير حياتك. القاعده الذهبيه الخامسه واللي بجد محدش هيتخيل ان انا احطها في الفيديو ده، اكتر حاجه اندر ريتد بعد المشي في موضوع خساره الوزن ده، هو القاعده اللي هقول لك عليها دلوقتي. النوم هو من الحاجات السحريه في خساره الوزن، وللاسف ناس كتير مش بتركز في موضوع النوم ده، علشان كده ما بيقدروش ان هم ينزلوا الوزن اللي هم فعلا نفسهم ان هم ينزلوه. انا عايز اقول لك ان انت لو نمت كويس من 7 ل 9 ساعات، بس نوم بقى كويس بمعنى كلمه نوم كويس، اللي هو انت نايم ما بتقومش في النص كتير، مفيش اضاءه في الاوضه، مفيش ستريس وانت نايم، كل الكلام ده، انت فعلا هتضاعف الوزن اللي انت بتنزله على مدار الاسبوع او الشهر. فلو انت شخص بتنزل كيلو في الشهر او 2 كيلو، انا عايز اقول لك انك هتنزل 4 كيلو و6 كيلو لو ركزت في موضوع نومك ده، وركزت في موضوع نومك ده فعلا صح. وعايز اقول لك ان دلوقتي كمان زي الحاجات زي الووب، فاكر لما كنت بقول لك تراكنج للمشي، في دلوقتي الووب دي بتتراك نومك كمان، وفي سمارت ووتش كمان بتتراك نومك، تبتدي ان انت تعرف انت بتنام قد ايه تقريبا في اليوم، الكونسيستنسي بتنام وبتصحى في نفس الميعاد ولا لا، الديب سليب كان قد ايه، بيديك كل تفاصيل نومك، فتقدر انت تحسنه. زي ما اتفقنا قبل كده، الحاجه اللي انت ما تعرفش تعمل لها تراكنج صعب جدا 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 ان انت تعرف تحسنها. طيب لو انت شخص مش بيتنام كويس، فلازم تراجع الحاجات اللي هقول لك عليها دي. لازم تراجع الكافيين اللي انت بتاخده في اليوم، هل نسبه الكافيين عاليه قوي؟ طيب لو نسبه الكافيين عاليه لازم تقللها. وبعد الساعه يعني الكافيين بتاعك تاخده بدري قبل ما تنام ب6 7 ساعات على الاقل. فلو انت بتنام الساعه 10 بالليل، الساعه 3 العصر دي اخر فنجان قهوه اللي انت تقدر ان انت تاخده. تاني حاجه، هل انت بتقعد تسكرول كتير على الموبايل قبل ما تنام؟ بتتعرض للشاشات كتير قبل ما تنام؟ دي برضو لازم توقفها قبل ما تنام بساعتين، امنع موضوع السكرولينج ده. طيب تالت حاجه، الميه. هل وانت خلاص داخل تنام فاضل لك نص ساعه او ساعه الا ربع تبتدي ان انت تشرب ميه كتير؟ لا، لازم تقلل السوائل قبل ما تنام ب3 ساعات، ما تشربش ميه علشان ما تصحاش في نص نومك كتير. وبكده احنا خلصنا ال5 قواعد ذهبيه اللي لو طبقتها هتنزل في الدهون وبشكل كبير جدا. وبما اننا في شهر رمضان وهو فرصه كبيره جدا انك تطبق القواعد، فاوعى تضيع فرصه رمضان وابتدي. ولو عايز تخش معايا في تحدي خساره وزن كبير، هتلاقيني سايب لك الويب سايت ورقم للتواصل على الواتساب. شكرا ليكم ان انتوا اتفرجتوا لحد هنا. لو دوست لايك مش هيفرق معاك اي حاجه، لكن هيفرق انا معايا بشكل كبير جدا. كل سنه وانتم طيبين، استنوني الفيديو الجاي، سلام.